اليوم بعد ظهور فيديو جديد وواضح وصريح وغير مفبرك، كما جاء في بيان وزارة الخارجية والاتحاد الأردني اللي قالوا الفيديو الأول هذا مفبرك ومو صحيح. اليوم ظهر فيديو جديد واضح وصريح إساءة للعراق أجمع، مو فقط للمنتخب أو لشريحة الرياضيين، لكل العراقيين الإساءة واضحة وصريحة. وهذه مخاوف أنه إحنا كنا نلعب في أرض منافس ومنتخب ويانا بالمجموعة. هذا التطور خطير جدا، ومن البداية خلينا نرجع على سؤال طرحناه بالفترة الماضية: هل كان اتحاد كرة القدم جدي في أنه ننقل مباراتنا مع فلسطين اللي خسرناها بغير الأردن؟ صحيح يجي واحد راح يقول لك هسه هي هاي الصيحات اللي خسرت منتخبنا، لا، احنا اللي خسرنا كاساس واضحة وصريحة وما يحتاج لها اثنين يختلفون عليها. لكن اليوم اتحدث عن مشاعر 45 مليون عراقي أسيء لها بهذه الطريقة، وفوق الإساءة ينكرون، يجيك يقول لك لا والله هذا الفيديو مفبرك، لولا ظهور فيديو جديد هذا اليوم. بعد ظهور هذا الفيديو طبعا كان اكو اتصال من الامير علي بالكابتن عدنان درجال، انا ما اعرف ليش ما صار تنويه على هذا الاتصال، هو بمجرد الاتصال هذا اعتراف ضمني بانه كان اكو اساءة بحق العراق. صحيح هو الاتصال شخصي لكن اعلن عنه، من قدم اعتذار الامير علي لكابتن عدنان درجال والهم حق التوضيح، يجوز المعلومه مو صحيحه اللي واصله، لكن انا هذا اللي متاكد منه. معناها اكو اساءة. هذا اليوم الفيديو واضح وصريح بانه هاي الشرذمه اللي ظاهره قدامنا اللي يمثلون ما اعرف خراف، هذول مو بشر، والله اقل ما يقال عنهم ذول حيوانات، اللي يسيء لشعب كامل حتى والله على مود لعبه كره قدم. زين انت قول يابا احنا نغلبكم، انتم مو خوش منتخب، تجي تسيبي هذه الكلمات البذيئه اللي بتاكد انتم كلكم على عوائلكم هاي الكلمه تنطبق. خلي تنحسب عليه، خلي اليوم اخرج من المهنيه، لكن هي هاي الحقيقه. كل اللي شارك بهذه الصيحات ضد العراقيين هاي تنطبق عليه وعلى عائلته وعلى اخواته وعلى اخوانه وعليهم جميعا. لانه لليوم انا ما شفت موقف حقيقي عدا بيانات انا لحد الان اعتبرها خجوله، لكن شيء احسن من لا شيء. واول بيان صدر من وزاره الشباب والرياضه، البقيه وين عن هذه الصيحات ضد تاج راسهم وضد من يشرفهم؟ هذول دباع باع وجوههم، هاي نصهم عرض وعرض ذول اللي قدامك شوفهم، ويجي يقول لك مفبرك هذا الفيديو. شلون مفبرك؟ زين احنا الا بردات الفعل، ولازم تصير قضيه ري عام والناس تحركت بالانبار وقطعوا الطريق، يلا اني كجهه معنيه اولى اروح اشتكي او اروح اصدر بيان؟ زين المباراه صار لها كم يوم، وين احنا نايمين؟ مؤسساتنا نايمه ما تدري؟ هسه يلا قعدنا نكتب تقارير وبيانات بانه صارت اساءه واحنا حذرنا وقلنا راح تصير اساءه ضد العراق وكنا متخوفين من هذا الامر. وين كنتوا؟ صار 3 ايام 4 انتهت المباراه. وين فلسطين؟ 3 ايام مو صار انتهت اللعبه؟ هي كانت الخميس. اليوم يلا نشتكي ونطالب بنقل مباراتنا الى ارض محايده او لعبها بدون جمهور. مباراتنا نقصد ويا الاردن بالشهر السادس. واليوم انكشف ايضا ضعف القرار العراقي. وين انكشف؟ من عمان بسهوله نقلت مباراتها مع فلسطين الى قطر. انا هم سؤال للاخوه الفلسطينيين، ايش عجب شو لا خاطبتوا ولا اصريتوا على ان تلعبون في عمان؟ بمجرد اعترضت عمان نقلتوها الى قطر. ليش؟ انا اريد اعرف الخلل بيكم بينا، قضيه ضد العراق، هاي تحير والله العظيم.